النهارده بقى هعمل معاكم الترند اللي مكسر الدنيا، الترند التركي جميل جدا، وانا عاملاه بمكون واحد وشايله منه صفار البيض خالص، لان معروف صفار البيض بيتعمل في الكاستر، فهو انتوا كده قلبتوا المهلبيه كاستر. فدي الطريقه الصح اللي انت ممكن تعملي بيها بالمكون اللي انا حاطاه في قلب الفيديو. شوفي معايا الفيديو هتعرفي ايه المكون اللي انا حاطاه في قلب الطريقه الحلوه ل الحلوه التركيه. هجيب اول حاجه كوبايه لبن هحطها في الكسرولة، وهجيب 3 معالق دقيق و3 معالق كاستر. هو ده المكون اللي انا مستبدلاه بصفار البيضة. طبعا المهلبية معروفة ما بتحطلهاش صفار بيض خالص، لو حطيتي صفار البيضة معروفة ان انت كده عملتي كاستر. فهي دي الطريقة الصح بقى اللي انت ممكن تعمليها وتستغني عن صفار البيضة عشان ما يبقاش فيه طعم زفارة. بس اول ما هيتقل معايا كده على النار هحطه على جنب. هجيب بقى صينيه او طاسه، حاجه ما تكونش بتلزق معاكي، واحط فيها 3 4 معالق كده سكر. اسيبهم بقى ايه يكرملوا معايا كده على نار هاديه عشان ما يتحرقش معايا. واول ما يكرمل معايا بالطريقه ديت ويبدا يكرمل، هبدا كده اجيب اللي في الجناب عشان اكرمل كل اللي في الصينيه، وهبدا انزل بقى بالكاستر اللي انا عملته زي ما انتم شايفين، وهوزعه في الصينيه كلها عشان اخد بقى ايه الطريقه الصح زي ما انتم بتشوفوها على السوشيال ميديا كله. بس هسيبها كده على النار، مش هسيبها زي برضو 7 دقايق ولا اي حاجه من دي، لا هو انا هسيبها على النار. اول ما الاقيها نشفت معايا كده من فوق بدات تتماسك بنفس الطريقه كده، انت هتحسيها كده وهي ايه بتبدا تتماسك معاكي، هتبداي تطفي عليها. هوريكي الطريقه، بصي كده بدات تتماسك معايا، ما لزقتش معايا كده، خلاص طفي النار عليها وابداي بقى حطيها في التلاجة. اول ما تطلع من التلاجة لمده ربع ساعه بالظبط هتقطعيها وتقدميها بنفس الطريقه. بس عايزه اقولك هي فعلا تستاهل ان انتوا تعملوها، لان بجد طعمها جميل جدا. بجد انا عجبتني الوصفه وهكررها تاني. طعمها في منتهى الجمال، وبسيطه وسهله ومش مكلفه، وما فيهاش اي ما حاجات كتير فيها. بس جربي معايا المكون اللي انا حطيته وهتشوفي الفرق وهتلاقي طعمه زي الفل. جربي بقى الوصفه وقولي رايك فيها في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير قوي للفيديو.